هناك أشياء تحدث في الغرف المغلقة، أشياء لو عرفتموها لطار النوم من أعينكم. هل سألتم أنفسكم كيف استطاعت إيران المحاصرة المراقبة على مدار الساعة أن توجه ضربات جراحية دقيقة لأهم وأخطر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ كيف عرفوا أماكن الطائرات؟ كيف اخترقوا الدفاعات؟ اليوم سقط القناع، والفضل في هذه الفضيحة المدوية يعود لتحقيق استقصائي بريطاني مرعب نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز. تحقيق يكشف كيف تلاعبت قوى الشرق الكبرى وتحديدا التنين الصيني والدب الروسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأغرقوها في فخ استخباراتي من العيار الثقيل. دعونا نعود بالزمن قليلا إلى الوراء، تحديدا إلى شهر سبتمبر من عام 2024. في ذلك الوقت كان العالم مشغولا بصراعات أخرى، ولكن في الكواليس المظلمة كانت هناك صفقة تطبخ بهدوء تام، صفقة قيمتها 36 مليون دولار، مبلغ قد يبدو صغيرا في لغة الحروب، لكنه اشترى سلاحا قلب موازين القوى في الخليج بأسره. قوة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني جلست على طاولة واحدة مع شركة صينية تدعى إيرث آي. هذه الشركة ليست مجرد شركة عادية، إنها واجهة، ذراع خفي مقرب جدا من الحكومة الصينية. ماذا اشترت إيران يا ترى؟ دبابات؟ طائرات مسيرة؟ لا، لقد اشتروا عيونا في السماء، قمر صناعي صيني مخصص للتجسس يعمل بتقنيات لم تكن إيران تحلم بامتلاكها. تخيلوا معي، إيران كانت تعتمد على أنظمة بدائية نسبيا. كان لديهم قمر زفر 2. هل تعرفون دقة صوره؟ كانت تجلب الصورة من بعد 25 مترا، يعني صورة مشوشة بالكاد تميز بها مبنى من دبابة. ثم طوروا أنفسهم بقمر نور 2 بدقة 12 مترا ونصف، ثم نور 3 بدقة 5 أمتار. كل هذا كان لعب أطفال مقارنة بما حصلوا عليه من الصين. القمر الصيني الجديد أعطاهم دقة مرعبة، دقة نصف متر فقط. هل تدركون معنى هذا في العرف العسكري؟ هذا يعني أن الحرس الثوري الإيراني كان يجلس في غرف عملياته في طهران ويستطيع أن يرى لوحة أرقام سيارة عسكرية أمريكية تتحرك في الخليج. استطاعوا أن يروا متى ينام الجندي الأمريكي، ومتى تتحرك الطائرات، ومتى يتم تزويدها بالوقود. هنا نربط لكم الخيوط. تذكرون مبادرة الحزام والطريق التي انضمت إليها إيران عام 2021؟ لقد كانت البوابة التي دخل منها هذا التنين التكنولوجي إلى طهران. الآن نأتي إلى اللحظة الحاسمة، اللحظة التي جعلت الدم يغلي في عروق الجنرالات في البنتاغون. ماذا فعلت إيران بهذه العيون الخارقة؟ استمعوا جيدا واكتبوا هذه الأسماء لأن التاريخ سيسجلها. إيران لم تكتفي بالمشاهدة، لقد استخدمت هذا القمر الصناعي الصيني لتحديد بنك أهداف مرعب: قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، قاعدة موفق السلطي في الأردن، قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، قلب القوة البحرية الأمريكية، معسكر عريف جان في الكويت، وقواعد عسكرية ومنشآت نفطية، بل وحتى محطات تحلية في الإمارات العربية المتحدة. ولكن الطامة الكبرى، الضربة التي قصمت ظهر البعير والتي كشفتها وثائق الفاينانشال تايمز في اليوم الذي خرج فيه الرئيس دونالد ترامب ليعترف بمرارة أن 5 طائرات أمريكية مخصصة للتزود بالوقود قد ضربت في قاعدة الأمير سلطان. في ذلك اليوم بالذات كانت إيران تستخدم الصور المباشرة من القمر الصناعي الصيني لتوجيه صواريخها ومسيراتها بدقة جراحية نحو تلك الطائرات.
لقد كانوا يرونهم، كانوا يراقبونهم من الفضاء ويوجهون النيران وكأنهم يلعبون فيديو جيم. وكيف رد البيت الأبيض؟ ترامب استشاط غضبا وهدد بفرض تعريفات جمركية بقيمة 50% على الفور على أي دولة يثبت أنها تمد إيران بالأسلحة. ولكن هل الصين تهتم؟ الحكومة الصينية صامتة، شركة إيرث آي صامتة، المخابرات المركزية الأمريكية صامتة. لماذا؟ لأن العبقرية الصينية هنا تفوقت على الجميع. هنا يكمن المكر الاستراتيجي. كيف تجنبت إيران والصين الغضب الأمريكي المباشر؟ الصين لم تبع القمر الصناعي وتشحنه إلى إيران ليتم إطلاقه من هناك، لا، لقد قاموا بخدعة تسمى التعاقد في المدار. الصين أطلقت القمر بنفسها وجعلته يدور في الفضاء، ثم قالت لإيران: تفضلوا، هذا القمر لكم الآن. ولكن من يدير البنية التحتية؟ من يستقبل الأوامر من الحرس الثوري لتوجيه القمر؟ شركة صينية أخرى اسمها إمبوسات. هذه الشركة قالت للإيرانيين: نحن سنأخذ منكم الأوامر، لكن لن نبني محطة التحكم في إيران، سنبنيها في أماكن أخرى من العالم. هل تدركون عبقرية هذا التحرك الجيوسياسي؟ أمريكا وإسرائيل خرجتا تتباهيان بأنهما دمرتا مراكز قوة الفضاء الجوي الإيرانية في بداية الحرب، وظنتا أنهما أعمتا أعين إيران. لكن الحقيقة المرة هي أن محطات التحكم بالقمر الصناعي الصيني لم تكن في إيران أصلا، كانت آمنة محصنة وبعيدة عن متناول الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية. والصين تجلس في بكين وتشرب الشاي الأخضر وتقول للأمريكيين: نحن حكومة لا علاقة لنا بالأمر، هذه مجرد شركات تجارية مدنية تبيع خدمات فضائية لدولة في مبادرة الحزام والطريق. عذر أقبح من ذنب، ولكنه قانوني في لعبة الأمم. هذا يقودنا إلى الكارثة التي تطبخ الآن في هذه اللحظات التي أحدثكم فيها. نحن في منتصف أبريل 2026 والأمور على وشك الانفجار. الإعلام الأمريكي يحاول تخدير الرأي العام للحديث عن أجواء دبلوماسية، ولكن ما يتسرب من مصادر مقربة من الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن واشنطن تحضر لعمل عسكري كبير، ربما يكون برياً. نعم، هجوم بري أو إنزال على جزيرة خارك أو حتى داخل الجغرافيا الإيرانية. هناك حشود مرعبة للجنود الأمريكيين في المنطقة، وحدات خاصة تم استدعاؤها من ولايات أمريكية مختلفة قبل أسابيع، وتتمركز الآن بالقرب من الحدود الإيرانية. أمريكا تريد استغلال غطاء المفاوضات لشن هجوم مباغت، انتقاما للضربات التي تلقتها قواعدها، وانتقاما من هذا الاختراق الاستخباراتي الفاضح الذي وفرته الصين وروسيا. نعم، روسيا أيضا في الصورة. الدب الروسي والتنين الصيني يراهنان على القوات المسلحة الإيرانية لإغراق دونالد ترامب في مستنقع دماء جديد في الشرق الأوسط، لدفعه صاغرا نحو طاولة المفاوضات بشروطهم هم. في المقابل ماذا تفعل إيران؟ القيادة الإيرانية منقسمة بين غرف الدبلوماسية وخنادق الحرب. من جهة هناك تسريبات عن لجان فنية واستشارية إيرانية أمريكية لا تزال تتواصل في الكواليس بعد اجتماعات إسلام آباد. شخصيات إيرانية مثل محمد باقر قاليباف، عباس عراقجي وعلي باقري كني يروج لها في الغرب على أنها شخصيات براغماتية يمكن التفاهم معها. ولكن الكلمة الفصل ليست للدبلوماسيين، الكلمة لمن يضع يده على الزناد. الخطوط الحمراء الإيرانية واضحة كالشمس
ولن يتنازلوا عنها. الملف النووي، رفع العقوبات، وإعلان السيادة الكاملة على مضيق هرمز، شريان النفط العالمي. وهناك تحذير صريح جاء في البيان الثالث لمجتبى خامنئي الذي خاطب فيه الشارع الإيراني بقوة، متحدثا عن وحدة الجبهات. العسكريون في إيران يقولون: رسالة واحدة للأمريكيين: لا يهمنا ما يفعله السياسيون، نحن نرتبط بالقائد الأعلى، ولدينا تكتيكات وأسلحة لم تدخل المعركة بعد. يا سادة، نحن نقف على حافة الهاوية. من جهة أمريكا جريحة تستعد لرد اعتبارها العسكري بجيوش ووحدات خاصة تحشد في الظلام، ومن جهة أخرى إيران مسلحة بعيون صينية لا تنام في الفضاء، ودعم روسي استخباراتي من العيار الثقيل، وإصبع لا يرتجف على الزناد. المعركة القادمة لن تكون كلاسيكية، لن تكون مجرد صواريخ تطلق في السماء، بل ستكون معركة أقمار صناعية، استخبارات، ومكر جيوسياسي سيحفر في كتب التاريخ. الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وما يتم التفاوض عليه تحت الطاولة قد يتحول إلى نار تحرق فوق الطاولة في أي لحظة.